يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده جايبه لكم قصه فنانه كلنا بنحب تمثيلها وكلنا بنصدقها في دور الام، امينه رزق. اتولدت امينه محمد رزق في 15 ابريل 1910، وهي كانت عايشه مع ابوها وامها وخالتها الصغيره اللي كانت امها بتربيها لان ما كانش ليها حد. وكان ابوها فرفوش قوي وبيحب الحفلات جدا، وكان بيصرف عليها كتير رغم ان هو راجل متوسط الحال. لكن للأسف مات ابوها وطمعوا فيهم البلطجية بتوع الحي. كانوا بيحسبوا ان ابوها عاين طبعا بارستين تحت البلاطة، فهددوهم رسمي: يا تجيبوا الفلوس بتاعت ابوه الراجل اللي مات ده، يا اما هنخلص عليكم. فخدوا ديلهم في اسنانهم هما التلاتة، هي وامها وخالتها، وهربوا بسرعة على مصر. وبدأت أمها تشتغل علشان تعرف تصرف عليها هي وخالتها. وشوية الخالة كبرت شوية وقالت أنا لازم أشتغل علشان أساعد أختي، وفعلا اشتغلت هي كمان. خالتها اشتغلت مع علي الكسار وكان عمرها صغير، وبعد كده راحت هي كمان اشتغلت مع خالتها، وفعلا هما الاتنين التحقوا فرقة علي الكسار. ولما دخلت أمينة رزق فرقة علي الكسار كانوا مسميينها أمينة النونو، علشان يفرقوا بينها وبين خالتها أمينة محمد. وهما الاتنين نجحوا نجاح ساحق في فرقة علي الكسار، وهي بالخصوص نجحت جدا، كانت بترقص وتغني وتعمل كل حاجة. أمينة رزق كانت رقاصة في بدايتها. وفي سنة 1924 فتح يوسف بيه وهبي مسرح رمسيس، وفرقته طبعا المعروفة رمسيس كان طالب ليها ناس تتقدم، وقدمت هي وخالتها. وطبعا لما شافت يوسف بيه وهبي انبهرت، يعني وقعت في حبه من أول نظرة. ولما اشتغلت أمينة رزق مع الفنان الكبير يوسف وهبي كانت ملازماه في كل حاجة، وهي دايما كان باين في عينيها انها بتحبه. لكن طبعا كانت تخاف تصرح بحبها، لانها طلعت ولا نزلت عمرها ما هتبقى زيه. ابوه كان بيه وهو كان بيه ومن عين اعيان البلد، ما ينفعش هي تقول له، وهي كانت حتة رقاصة في الاول وهو عارف اصلها، ما كانتش تقدر تقول له انها بتحبه. لكن هو جه في مرة ما هما بيتكلموا مع بعض قال لها ان هو بيحب، فرحت قوي وافتكرت ان هو خلاص هيصرح بحبه. لكن للأسف صرحها ان هو بيحب عائشة هانم، ودي كانت واحدة اكبر منه ب10 سنين. قالت له طب وايه المشكلة؟ طب ما حضرتك تصالحها وهي هتبقى مرحبة جدا وفرحانة. قال لها مش هينفع، لان هي دايما بتيجي المسرح مع الحاشية بتاعتها. قالت له طب انا اقدر اساعدك بايه؟ قال لها تعملي خدامة وتحاولي توصلي لها الجواب ده عشان اعرف عائشة هانم بتحبني ولا لا. وعلى فكرة كانت متجوزة في الوقت ده، وجاب لها هدوم من المسرح ولبست فعلا لبس خدامة، واتصل بالقصر عشان الراجل اللي هو متفق معاه ياخد أمينة ويوصلها لعائشة هانم. ولما وصلت القصر كانت واخدة دور الخدامة بجدية جدا، لدرجة انها وصلت لغرفة عائشة هانم ووصلتها الرسالة. لكن لما عائشة هانم شافتها عرفت طبعا ان دي أمينة رزق وصعقت. قالت لها انت ايه اللي جابك هنا؟ قالت لها انا جايه عشان اوصل لك الجواب. فكان طبعا قلبها بيتقطع وهي بتدي وبتعمل نفسها رسول الغرام لحبيبها. وخد يوسف وهبي عائشة هانم وهربوا الاتنين. ولما جوزها عرف كده طبعا طلقها، وبعد كده يوسف وهبي اتجوزها، وبعد كده اتطلقوا هما الاتنين. واستنت بقى أمينة رزق يجي يقول لها بحبك، لكن ده ما حصلش. لو شفتم الحلقة بتاعت يوسف وهبي أنا حكيها قبل كده، يا ريتكم تشوفوها، هتشوفوا مهزلة. الراجل ده الست دي ساعدته كتير جدا، لدرجة ان عائشة هانم خدت كل فلوسه وحجزت على المسرح بتاعه، واللي وقفت جنبه أمينة رزق وبعت له ذهبها وعملت كل حاجة علشان، لدرجة انها جابت له شقة وفرشتها له. وبعد ده كله راح لسعيدة منصور اللي هي صاحبة عائشة هانم الأنتيم. طبعا كل ده وأمينة رزق كانت مستنياه يقول لها بحبك، وعارفة كل حركاته وتكاته مع الستات، وعارفة ان هو بتاع ستات، لكن برضه كانت بتحبه.
يعني سبحان الله سبحان الله، الست دي استحملت كتير. جت خالتها قالت لها هو انت هتستني ايه؟ الراجل عمال يتجوز واحده والتانيه والتالته، الناس هتقول عليكي ايه؟ فوافقت أمينة رزق في أخيرا إنها تتجوز، وحبت أو مش حبت أعجبت بضابط في الجيش، وفعلا وافقت إنها تتجوز. لكن ليلة الدخلة وبعد ما خلص ومشي المأذون رفضت جدا إن حد يلمسها، وقالت له طلقني. والله ما حصلش خالص إن حد لمسها، وفعلا اتطلقت وهي عذراء. كل ده بسبب حبها ليوسف بيه، وهو ولا كان بيرحم ولا يسيب رحمة ربنا تنزل. يعني كان بيحبها مختار عثمان زميلها جدا جدا جدا، وراح طلبها من يوسف بيه وهب. قال له يا عم دي مش بتاع الجواز ولا عمرها هتتجوز، وكان عارف جدا انها بتحبه، لكن كان بيشيل كل الرجالة اللي بيحوطوها علشان تفضل جنبه. برضو كان بيستفاد منها كتير في كل حاجة. راهبة الفن. وكان بيحبها كمان جدا جدا قاسم وجدي مدير المسرح، وبرضه كان يوسف بيه بيحاول يبعده عنها. وجه ساري عربي أمير عربي كبير عشان يطلبها للجواز، ففعلا مفيش فايدة، هي كانت مش مقتنعة خالص بموضوع الجواز. وجه يوسف وهبي عشان يدافع عنها، قال ان الست دي مش بتاع الجواز، ووهبة حياتها كله للفن، وانها مش هتتجوز ابدا. ده كان من اصحابها حاولوا انهم يتقربوا منها ويتجوزوها، وبرضه مفيش فايدة. وفعلا عاشت طول عمرها بتحب يوسف بيه وهبي، وما اتجوزتش خالص. المرة الوحيدة اللي اتجوزت فيها ما خلتوش حتى يدخل عليها، وفركشت الجوازة على طول. ورغم ان امينة رزق عمرها ما خلفت وعمرها ما اتجوزت جوازة حقيقية، لكن هي فعلا كانت ام للسينما المصرية، ومفيش دور كانت بتمثل فيه دور الام الا كانت بتقنع كل المشاهدين انها فعلا ام. وفضلت امينة رزق لاخر يوم في عمرها تمثل. عملت اوبرا عايدة، ومسلسل كان جامد جدا، وعملت ادوار كتير جدا مثلت فيه ادوارها ببراعة. عمرنا ما حسينا للحظة انها تعبانة، رغم ان في اواخر ايامها وفي مسلسل اوبرا عايدة ده كانت تعبانة جدا، لكن لاخر يوم في عمرها فضلت واقفة وهي بتمثل. وفي يونيو 2003 بدأت رحلتها في العلاج ومرضها، وتوفت في 24 أغسطس 2003 وهي عمرها 93 عام. رحم الله راهبة الفن فنانة الكبيرة أمينة رزق. لو وصلتوا لنهاية الفيديو اوعوا تنسوني في اللايك واشتراك بالقناة، وبشكركم جدا لاستماعكم، وبشكركم كمان على كومنتاتكم الجميلة اللي دايما بتشجعني ودايما وراي. بشكركم خالص، ومع السلامة.